نظم المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية بالداخلة حفلا خاصا لخريجي دفعة الموسم الماضي من عدة شعب. الحفل حضره عدد من مسؤولي الجهة، وعرف إلى جانب تقديم دبلومات التخرج لأزيد من 250 طالب وطالبة تسليم جوائز تقديرية. وتم خلال الحفل تقديم عدة فقرات متنوعة من إبداع طلبة المعهد. تفاصيل أكثر عن التخرج وطموحات الخريجين في ريبورتاج محمد تروزي ومحمد يداس. خريجو المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية بالداخل اجتمعوا اليوم خارج حجرات الدراسة. القاعة التابعة للمركب الثقافي جمعت دفعة سنة 2011 من خريجي المعهد. معهد يضم عدة تخصصات كما يقول المسؤول عنه تراعي احتياجات سوق الشغل، خصوصا فيما يتعلق بالإدارة والصيد البحري. التخصصات في هذه السنة هي تقريبا كالسنة الفارطة، باختلاف تخصص جديد يتماشى مع سوق الشغل، وهو تقني متخصص في هندسة التكييف اللي عنده علاقة بالصيد البحري وبالتبريد كذلك وبالتكييف. باقي التخصصات هي تخصصات إدارية أو تخصصات مهنية محضة اللي تتماشى بشكل كبير مع سوق الشغل. الحفل الذي عرف حضور مسؤولي الجهة من مدنيين وعسكريين تم خلاله تسليم دبلومات التخرج مع جوائز تقديرية. حفل أثر فيه بعض الشباب المتخرج إلى أن يوصلوا رسائل مختومة بالأمل والطموح إلى من يعنيهم أمر التشغيل. الحمد لله خطينا عامين، الحمد لله سخطات بخير على خير، وقبضنا ياسر من الاكسبيريونس من هذا كامل اللي قريناه وعارفين عنه كامل عنه ضروري باش ندمجوا في سوق الشغل. ونتمنى من المسؤولين اللي في الداخل يعنهم يخرصوا الاولى مختصين الاولى اصحاب الدبلومات اللي هم المعهد. كنتوجه بواحد الرساله للجميع انهم يشوفوا فينا حنايا، يشوفوا فينا، ما ينساوش اللي عندهم دبلومات، ما ينساوش اللي عندهم، كاين اللي ما عندوش دبلوم واحد، كاين اللي عنده بزاف ديال الدبلومات على اساس انه باغي يدخل سوق الشغل، باغي يشتغل، وينظروا لنا وما ينساوناش. تسلم دبلوم التخرج بداية طريق يطمح أي شاب وشابة من متخرجي أي معهد أو مدرسة إلى أن يسفر عن إدخاله سوق الشغل، سواء أكان ما يحكمه قانون الوظيفة العمومية أو قانون الشغل، ما دام ذلك يبعده عن شبح البطالة.